اجمد مكرونه بشاميل في مصر. طبعا المكرونه بشاميل اكله بيتي بامتياز، ومفيش احلى من انك تاكلها في البيت كده من ايد ست الكل. بس لو مفيش امكانيه ناكلها في البيت، فمين اجمد مطعم في مصر بيعملها؟ فجبت 10 مطاعم من اقوى مطاعم الاكل المصري في مصر، وطلبت منهم كلهم طاجن مكرونه بشاميل عشان نشوف مين بيعمل اجمد مكرونه بشاميل في مصر كلها. والاسعار حتى كلها النهارده شامله كل حاجه، هتدفع عليها التوصيل بس. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب. من غير رغي كتير، يلا بينا. يلا بينا. نبدا من الارخص للاغلى، ونبدا باول واحد معانا النهارده مطعم بيبو. ومطعم بيبو عامل حاجه غريبه شويه، هو عنده فرعين، فرع في شبرا سعرها في شبرا 85، وفرع مصر الجديده وسعرها في مصر الجديده 70 جنيه. ازاي معرفش، نفتح ونشوف. سلطه وطحينه وطاجن مكرونه بشاميل. طبعا بيبو من اشهر مطاعم الطواجن في مصر، يعني من اجمد الناس اللي بيعمل طواجن في مصر كلها. لسه دافيه، ملفوفه كلها بورق فويل عشان يحتفظ بالحراره. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، حجمها مش كبير قوي ومش صغيره برده. ودي السلطه اللي جايه معاه، ده شكلها كده، وده شكل الطحينه اللي جايه معاه برده، وجايب معاه معلقه بلاستيك. نخش بسم الله. نبدا ببيبو. بشاميل مليان. اوكي، طعم بشاميل حلو قوي. واحده كمان. طيب، مكرونه مستويه حلوه قوي، كميه بشاميل غنيه جدا، مش لحسه وقلب، لا، محط بكميه محترمه، وطعمه حلو جدا مع كميه لحم مفرومه محترمه جدا برده، وتسويتها تحفه. عيبه الوحيد بس ان هو مالح سنه، انما غير كده كل حاجه فيها معموله مسطره وحلوه قوي الصراحه. مش عارف ايه دور الطحين قوي معاها الصراحه، بس السلطه ممكن يعني، ولا السلطه كمان، بس يعني ممكن تمشي. ممكن ناخد بقى طماطمايه كده. مكرونه حلوه جدا، غنيه جدا، وبدايه مبشره بالتفاؤل قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، وده انا مرشحه لكم بشكل شخصي. قلت لكم ما ينفعش تفوتوا عندهم مكرونه بشاميل. كبابجي الاكابر. وكبابجي الاكابر عنده المكرونه بشاميل ب 75 جنيه. نفتح ونشوف. سلطه وطحينه كبيره، كيس عيش كده كده. هتاكل مكرونه خد كيس عيش برضو. مكرونه بشاميل وزودوا معلقه معلقتين. نخش ونشوف. ده شكل المكرونه كده زي ما انتم شايفين، طاجن مكرونه بشاميل محترم، وجايبين معاه سلطه خضراء ده شكلها كده، وعلبه طحينه ده شكلها، وثلاث ترغيف عيش بلدي، ومعلقتين بلاستيك. نخش بسم الله. نخش على كبابجي الاكابر. كبرزنتيشن ما فرقش كتير عن بيبو، تقريبا نفس الحاجه بالظبط. كطعم ايه الاخبار؟ هنشوف دلوقتي. كطعم احلى بكتير الصراحه. ولاد لعيبه ولاد لعيبه ولاد لعيبه يا جماعه. كميه اللحمه المفرومه اكتر بكتير من بيبو، وتتبيلتها مختلفه تماما. صوص البشاميل نفسه طعمه مختلف خالص برضو عن بيبو. وكمكرونه فرن ظابطينها ظبطت معلمين الصراحه، يعني ادفع 5 جنيه زياده، اللي هو ولا حاجه 5 جنيه النهارده خالص، بس هتتبسط اكتر بكتير الصراحه. جامده جدا 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 جدا، تحفه. مش لاقي عليها تعليق وحش والله، يعني مش لاقي حاجه اقولها وحشه او اقول كل ده بس كذا، مفيش، بس تحفه. طعم اللحمه المفرومه كمان وتتبيلتها في حته 900 الصراحه، رهيبه. السلطه الفريش مش مكانها قوي بس عشان جت. مطاعم الشعب بتاعتنا دي يا اخي في حته تانية والله. طحينه صعب المنافسه قوي، وب 75 جنيه بالكميه والكواليتي دي اعتقد صعب حد يجي يعلي. اتمنى بس صعب، لان هو صعبها قوي. فنخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى. مش الدهان، الدهان الاصل بتاع زمان. ولو تاخدوا بالكم انا دايما في المقارنات بجيب الدهان مش الدهان الاصلي بتاع زمان، لان انا عملت الطلعتين واوفرول كان الدهان اجمد وعجبني اكتر من الدهان الاصلي بتاع زمان. بس المكرونه البشاميل اللي عند الدهان الاصلي بتاع زمان كانت اجمد بكتير من الدهان، فعلشان كده اخترته هو المره دي. والدهان الاصلي بتاع زمان عنده المكرونه البشاميل ب 97 جنيه. نفتح ونشوف. كفر، شوكه ومعلقه وسكينه ومنديل مبلل ومنديل، والطاجن المتين. ده شكل الطاجن كده، وزي ما انتم شايفين جايبين الطاجن لوحده، لا عيش ولا سلطه ولا طحينه. وانا بالنسبه لي كاوردر مكرونه عادي جدا ان هو ما يجيبش سلطات، مفيش مشكله خالص يعني. نخش بسم الله. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ده اول واحد من اول مقارنه يجيبه الفخار، وتشيز حركه تحترم جدا. فنخش بسم الله. يا رب بقى الطعم كمان يفوز، يبقى كده معانا فائز او حد علّى. ليه كده يا بالحاج؟ هو بسببكم بقى بيتقال ان احنا كدابين وبناخد فلوس وما عندناش مصداقيه، عشان ده كان جامد جدا عندكم لما ضربته. صوص البشاميل ده طعمه بالظبط زي شوربه الفراخ، طعما وقواما عامل زي شوربه الفراخ بالظبط، لا يمت البشاميل بصله. واللحمه المفرومه اللي جواه طعمها قليل جدا. فكمكرونه بشاميل مش هقول لكم تعدي او مش احسن حاجه، لا ما تعديش ووحش للاسف، يعني ما اعرفش ازاي كده. بس برضو الطلعه بتاعتهم دي كانت من كام سنه. اهو دي اكبر مشكله بتواجهني بقى في شغلانه الفود ريفيوز دي، الكواليتي كنترول بتاعت المطاعم. انا بعمل اللي عليا بقول مصداقيه، واللي قدامي زي ما هو بالظبط. اثبتوا عليه بقى.
لا بصوا انا غبيت فيها يعني عشان انتوا عارفين لما حاجه ما بتعجبنيش باكل فيها اكتر عشان ابقى متاكد ان انا مش ظالمها ولا نص في الميه. لا بجد مكرونه بشاميل اي كلام قوي، مش مظبوطه ومش حلوه وما رشحهاش لحد خالص. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى بيت المشويات. وبيت المشويات عندهم المكرونه بشاميل ب 136 جنيه، واللي اتفرج فيكم على طلعتهم انا قلت لكم ما ينفعش خالص تفوتوا المكرونه بشاميل اللي عندهم لانهم بيعملوها جامده قوي، فكان لازم تيجي تنافس. نفتح ونشوف. مبدئيا كده واجيب لك وليمه، كيس عيش، مكرونه بشاميل، 2 طحينه، 2 خيار مخلل، و2 كفر. باشا كبير، نمبر 1 باكجنج لغايه دلوقتي. تعالوا نشوف. وبالمناسبه عشان في ناس ما قلتش عليهم، كلهم لحد دلوقتي جايين متسلفين من بره بورق سليفان اللي هو ورق فويل عشان ما يبردش، كلهم بلا استثناء. نفتح ونشوف. ده شكل الطاجن كده، برده جاي في طاجن فخار، حجما هو اكبر واحد جاي لغايه دلوقتي كحجم يعني، وجايبين معاه علبتين طحينه وخيار مخلل، ده شكلهم كده، وكيس عيش ابيض فيه 4 ترغيفه. نخش بسم الله. جايبين نفس الكفر بتاع حجوجه اللي هو بيبقى 3 في 1 ده، بس هو لونه ابيض، بتاع حجوجه اسود وده ابيض، ده الفرق الوحيد. نخش على بيت المشويات، شكلها يفتح النفس جدا. يا رب بقى كواليتي كنترول تبقى شغاله ويبقى طعمها حلو قوي برده. هلا هلا يا فواز، هلا هلا يا فواز. ننسى بقى خالص الفقره بتاعت الدهان الاصل بتاع زمان، نشيلها. اما اقول لك على حاجه حلوه اسمع الكلام، ما توجعش دماغي. سوا المكرونه حلوه جدا، كميه اللحمه المفرومه اللي فيها محترمه جدا، مع صوص بشاميل مظبوط قوي وغني جدا، محطوط بكميه محترمه برده، واكتر واحده فيهم جت دسمه كده، يعني بصوا الدسامه باينه فيها، فجامده قوي الصراحه قوي. طاجن المكرونه بشاميل هيكيفكم، جميله. نضرب بقى معاها واحده خيار. اوردر متعه المتعه، هتتبسطوا بيه جدا. لمسه طحين عشان ما نكسفهمش. والعيش ده قلت لكم ان الطلعه بتاعتهم تحفه، يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها عندهم، ناعمه وطريه وكلها حنيه كده، تحس ان هو يعني بنت رقيقه خالص، جميل. خش كده خيار مخلل ولا كلمه. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى المحمدي. والمحمدي عنده مكرونه بشاميل ب 149 جنيه. نفتح ونشوف. كفر والمكرونه بشاميل برده ستريتش من بره، متغطيه بورق فويل، ده شكلها كده، جايبينها في فخار برده، والبشاميل مغطيه كلها من على الوش. نخش بسم الله. الكفر فيه معلقه وشوكه وسكينه ومنديل وخله. نخش بسم الله. ريحتها تحفه، الريحه اللي طالعه منها تحفه. طاجن مكرونه بشاميل ولا كلمه. المكرونه مستويه حلوه جدا، من اكتر الناس اللي جايبين لحمه مفرومه، واللحمه المفرومه متبله حلوه جدا وفيها طعم بصل وصلصه كده، مع كميه بشاميل محترمه جدا. طاجن مخدوم قوي، معمول حلو قوي الصراحه، جامد جامد يعني، وكميه لحمه مفرومه كتير جدا، يعني يمكن اكتر واحد فيهم كلهم جاب لحمه مفرومه. حاجه واحده بس، ان البشاميل على قد ما هو كتير بس هو مركز فوق، مش فيها كلها، وصل لها كلها وكل حاجه، بس اكتر حاجه فيه اللي على الوش فوق. انما اوفرول مكرونه بالبشاميل تحفه. خش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى ابو شقره. وابو شقره عنده المكرونه بشاميل ب 150 جنيه، وافتكر لما كنت عندهم برضو قلت لكم اوعوا تفوتوها، عندهم جامده جدا. فنفتح ونشوف. يا بيبي عون الله ما فيش مطعم في مصر سبناه، دوسنا كله مع بعض، حاجات بسيطه يعني اللي ما اتدستش، كله جاي اتقلب. كفر والمكرونه البشاميل، بس هو جايبها بقى متكيسه في كيس كده زي كروسو مثلا. تغليف غريب شويه بالنسبه لي. ده شكلها كده، ومن الشكل المبدئي كده انا مش متفائل خير الصراحه، شكلها غريب يعني، هل ولا لا هنشوف. فنخش بسم الله. نخش على ابو شقره طبعا كده. خبر ايه يا بالحاج؟ لا طب هي بردت سنه برضو، وانا عارف ان ده مش هيفرق، بس علشان ضميري يرتاح تماما هسخن ونيجي، فمش هتكلم غير لما نسخن ونيجي. A few minutes later. سخنا وتمام. نخش بسم الله. المكرونه مرصوصه رصه فوق بعض كده، البشاميل مش داخل فيها خالص، والبشاميل هو عباره عن الطبقه اللي من فوق دي لوحدها كده، الطبقه اللي هي على الوش من فوق توبنج هو ده البشاميل، والمكرونه من تحت كلها مرصوصه كله في بعضه كده. اللحمه المفرومه فيها قليله جدا، وطعمها مش احسن حاجه خالص الصراحه، طعمها اقرب ما يكون للمكرونه بالصلصه، لما كان مكرونه بشاميل لا مش حلوه خالص يا ابو شقره خالص. انتوا كسبتوا معايا قبل كده احسن كفته في مصر واحسن كباب في مصر على التوالي، بس كمكرونه بشاميل الحق حبيب ربنا مش هقول لكم حتى تعدي، مكرونه بشاميل مش حلوه. فنخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، وده انتوا طلبتوا مني كتير قوي ان اجربه، مطعم شجره الدر. ومطعم شجره الدر عنده المكرونه البشاميل ب 150 جنيه. نفتح ونشوف. 2 كفر وطاجن مكرونه بشاميل محمل كبير. لا دي خدعه، العلبه البلاستيك هي اللي كبيره، انما الطاجن من جوه نفس الحجم تقريبا، برده متسلفن زيهم كلهم. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، طبقه البشاميل اللي سايحه مش ماسكه نفسها على الوش، وجايبينه في طاجن فخار، وواضح من الدسامه اللي على الوش ان هي تقيله وكتيره برده. فنخش بسم الله. نفتح كفر ونخش بسم الله. نغطس كده. اكتر حاجه طعمها واضح هو طعم اللحمه المفرومه وتتبيلتها، البشاميل كصوص مش عارفين يظبطوه قوي الصراحه، مش احسن حاجه يعني. طب هزود من عندي شويه ملح واسخن سيكه ونرجع على بعض تاني. A few minutes later. سخنا وتمام. نخش بسم الله وربنا يستر عشان هنتشلوح حالا.
زي ما قلت لكم مفيش جديد. المكرونه حلوه جدا، متسويه حلوه جدا، اللحمه المفرومه كميتها مش وحشه، متبله حلو. المشكله كلها في صوص البشاميل مش مظبوط. ازود شويه ملح كده، كان هو ده اللي ناقصها. ونشوف عشان ابقى عملت معاها كل حاجه. لا الموضوع مش ملح، صوص البشاميل اللي عندهم مش ظابطينه قوي. نخش على اللي بعده بقى، المنوفي الكبابجي. والمنوفي الكبابجي عنده المكرونه بشاميل ب 160 جنيه. نفتح ونشوف او ما نفتحش، مش حاجه تفتح، هو الطاجن بس. ده شكل البشاميل اللي عند المنوفي الكبابجي كده، واضح من النظره الاوليه كده ان شكله مبشر بالخير قوي. نخش على الطعم ونشوف. نخش على المنوفي. اوه كميه لحمه مفرومه كتير جدا. هلا والله بالغالي، ده كلام محترم. في طعم فلفل الوان، مكرونه مستويه حلوه جدا، طعم بشاميل مظبوط قوي وغني قوي ومحطوط بكميه محترمه جدا، فلفل الوان مدي للطعم ميكس حلو قوي. فطاجن المكرونه بشاميل حلو قوي الصراحه، جامد جدا، جامد الصراحه، جامد يعني، وظابط الميكس قوي ابن اللذينه، حلو. الطاجن الجامد بيبان عليه من شكله على فكره، يعني انا لاحظت كده من اول الحلقه بيبقى باين ده جامد. ظهر اهو فلفل الوان اصفر واحمر، عاملين ميكس حلو قوي فعاش بجد، تحفه. طاجن مكرونه باللحمه مفرومه معلمه. نخش على اللي بعده. نخش على قبل الاخير معانا بقى، وقبل اغلى واحد في الحلقه. تخيل، مش اغلى واحد، قبل اغلى واحد، قصر الكبابجي. وقصر الكبابجي المكرونه بشاميل اللي عنده عامله 199 جنيه. نفتح ونشوف. ده كفر، شوكه ومعلقه وسكينه ومنديل مبلل ومنديل، كيس عيش، والمكرونه البشاميل. ده شكل المكرونه البشاميل اللي عند قصر الكبابجي كده، واضح ان حاطين معاه جبنه موتزاريلا. هنخش ونشوف. وجايبين معاه 4 رغيف عيش بلدي. نخش بسم الله. نخش على قصر الكبابجي اللي تاني اغلى واحد في الحلقه، مش اغلى واحد. انا دي مش مصدقها عن نفسي. نغطس كده، الله ده كلام كبير قوي ده. طاجن المكرونه بشاميل محترم قوي. شوف انا الحق حبيب ربنا، الحلو نقول عليه حلو يابا، جامد قوي الصراحه. طبقات مكرونه كتيره جدا، وصوص البشاميل اللي مغطيهم من اول مكرونه تحت لغايه اخر مكرونه فوق، والطبقات كلها فيها لحمه مفرومه، وعلى الوش بقى خالص حطيت لك جبنه موتزاريلا. طاجن جامد جدا الصراحه. غالي مش رخيص، بس ككواليتي فظيع، في حته تانية الصراحه. والميكس بتاع الحاجه كلها ماشيه مع بعض مسطره، يعني كله مخدم على بعضه. المكرونه مع صوص البشاميل مع اللحمه المفرومه الكتير اللي متبله حلوه قوي، مع جبنه الموتزاريلا بقى اللي في الاخر، جامد قوي الصراحه، قوي يعني. عش قصر الكبابجي. نخش على اللي بعده. نخش على اخر واحد واغلى واحد معانا النهارده، مطعم طنط. ومطعم طنط عنده مكرونه بشاميل ب 257 جنيه. ليه كده يا استاذ اشرف؟ كفر، منديل مبلل، والمكرونه البشاميل. بصوا حجمه قد ايه؟ 257 جنيه. ليه؟ جايب لك عليه من بره اللوجو بتاع طنط. نخش بسم الله. ده شكل البشاميل بتاع مطعم طنط كده، واضح من دسمها من على الوش ان هي محمله برده، وصوص البشاميل مغطيه كلها من فوق. فنخش على الطعم ونشوف الكلام على ايه. نخش على مطعم طنط. دي دايبه خالص، انا دوست بالمعلقه كده، مفيش اي قوام جامد امسك فيه، كريمه عامله زي الكريمه اللباني. نخش بسم الله. هي غنيه جدا الحقيقه، جدا يعني. مكرونه مستويه حلوه جدا، مع كميه لحمه مفرومه محترمه، متبله حلوه قوي، وغرقانه اول اوفر بشاميل. يعني اكتر بشاميل اللي جه في الحلقه كلها لحد دلوقتي. هي دي بشاميل بالمكرونه، مش مكرونه بالبشاميل. ففظيعه الصراحه، فظيعه. بس هيبقى السؤال، هل تستاهل 257 جنيه ولا لا؟ يعني هل اللي معمول هنا ما اتعملش في ولا واحد من التسعه اللي جم، وتستاهل ندفع فيها فرق السعر ده كله؟ اللي هو اغلى واحد في الحلقه كان مين؟ قصر الكبابجي 199 جنيه، احنا غلينا عنه اللي هو اغلى واحد ب 57 جنيه كمان. فهل تستاهل النقطه دي كلها؟ الصراحه لا، قولا واحدا كده لا. وان شوت. هي حلوه، غنيه، مخدومه، بس مش لدرجه ندفع فيها ده كله، لا. ده ما يخص السعر. ما يخص التتبيله بقى بتاعت البشاميل، طعمها غريب شويه الصراحه. يعني هو اكتر واحد جايب بشاميل كصوص، مغرقها بشاميل من كل حته، بس صنعت وطعم البشاميل نفسه مش احسن حاجه الصراحه. يعني حتى لو مش اغلى واحد مش هيكسب برضه، فاهمين قصدي؟ تعالوا لكم خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. اجمد 5 في الحلقه دي هم دول، وقبل ما ارتبهم مفيش ولا واحد في ال5 دول هتاكلوه ويبقى وحش او فيه مشكله خالص، بس كمقارنه انا بقول لكم مين اجمد واحد في كل واحد فيهم وليه. رقم 5 المحمدي، عمل طاجن مكرونه بشاميل جامد جدا، مكرونه حلوه قوي، مستويه كويس جدا، البشاميل محطوط بكميه محترمه، اللحمه المفرومه بس كميتها كتيره ومتعصجه بالصلصه كده، فالميكس كله كمكرونه بشاميل مش احسن حاجه، يعني مش عامل الامتزاج الكامل للمكرونه بشاميل، مش هو ده الشكل الايديال المثالي، فعلشان كده هو رقم 5. الاجمد منه بقى قصر الكبابجي، مش رخيص، ب 199 جنيه وعلى كميه مش كبيره، بس عامل ميكس مظبوط ومحترم، مكرونه حلوه جدا، لحمه مفرومه حلوه جدا، مش معموله بقى بالصلصه الحمراء زي المحمدي، لا، متبله حلو ومتغطيه بالبشاميل مع المكرونه كلها، وش البشاميل اللي على الوش جميله الصراحه. الاجمد بيت المشويات، عامل طاجن مكرونه ارخص منهم وحجما اكبر، وسيبكم من الحجم والسعر، كظبطه مكرونه بشاميل اللي عاملها حلوه قوي، مكرونه حلوه جدا، مستويه تحفه، لحمه مفرومه ماشيه مع الميكس حلوه قوي، ووش بشاميل من على الوش محترم وحلو قوي برده. الاجمد بقى المنوفي
شافوني في الكبابجي عامل مكرونه بشاميل ولا كلمه، مكرونه قمر، لحم مفرومه تحفه، بشاميل من الاول للاخر زي الفل، والميكس بتاعها كلها كمكرونه بشاميل ولا كلمه، فياخد تاني بجداره. ورقم واحد بقى وكينج الحلقه دي كبابجي الاكابر. ليه بقى؟ العيب الوحيد فيها ان هي مش معموله فخار، لو عملها فخار ولا غلطه كده، بس يمكن هو عامل كده عشان ما يعليش سعرها، لان المطاعم اللي بتطلع فخار بيبقى حاسب لك سعر الفخار في الاكل، يعني لو طلعوا لك فخار يبقى حاسب سعره، فيمكن هو عامل كده عشان ما تبقاش غاليه قوي. عامل مكرونه بشاميل ولا كلمه، مكرونه مستويه حلوه جدا، البشاميل مغرقها من فوق ومن تحت، كميه لحمه مفرومه حلوه جدا ومتبله حلوه جدا، ووش بشاميل من على الوش ولا كلمه، تاخد المعلقه تلاقي البشاميل مغطيه من اولها لاخرها، والميكس كله مع بعضه عامل طعم تحفه، وعامل لك كل ده ب 75 جنيه، فهو الاول بلا منازع. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش تشتركوا الامر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيكم كل حاجه ننزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي وطلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام. Every single day